محتوى الشورت بدأ يتطور بسرعة، وبدأت تشوف ناس مبدعة في كل حتة، والناس بتحقق مشاهدات عالية. ففي الفيديو دوت هيعتبر بداية لسلسلة جديدة، وهيبقى اسمها احتراف الريلز. هتبقى السلسلة دي عبارة عن اني انزل كل مرة فكرة جديدة، او اني اخد فكرة مونتاج من صناع المحتوى، وهديكوا نبذة عن فيديو النهاردة. وقبل ما نبدأ الشرح ما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا بينا نبدأ. طبعا في البداية هنبدأ نعمل نيو كومبوزيشن. كان معتاد عشان نعمل ريل بيبقى الريزولوشن 1080 في 1920، وهنسميه بيزك، وتبقى الاعدادات 60 فريم، وتخليها دقيقة، وتدوس اوكي. وبعد كده اول حاجة هنعمل باك جراوند، من خلال هنيجي عند النيو ونختار سوليد وتدوس اوكي. بعد كده هتضيف له افكت اسمه جرادينت رام، هتيجي عند الالت وتعمل سكرول لورا. بعد كده لما تيجي تعلم على الافكت هتظهر عندك النقطتين دول، هتوديهم بالظبط كده. بعد كده هنبدا بقى نظبط الالوان، هنخلي الاسود لون اخضر بس غامق شويه. بعد كده ممكن ناخد الكود بتاعه كنترول سي. بعد كده نيجي عند الابيض كنترول في هنا. بعد كده نقلل الاخضر منه شويه، نزود السواد بالمنظر ده وتدوس اوكي، هيطلع معانا بالمنظر ده. بعد كده هتيجي عند الريكتانجل او تدوس حرف كيو. بعد كده ترسم لك مستطيل. بعد كده تدوس كنترول والت وهوم عشان تسنتر انكر بوينت، وكنترول وهوم عشان تسنتر في النص الكومبوزيشن. بعد كده هتيجي عند الريكتانجل كونتنت، ريكتانجل باس. بعد كده هتيجي عند الراودنس وتعليه شويه. طبعا احنا هنشيل الستروك ونيجي عند الفيل وندوس الت وكليك شمال، هتلاقيه غيرهولك لجرادينت لوحده من غير ما تضيف اي افكتات من بره. هتيجي بقى تدوس هنا على الجرادينت فيل، هتلاقي هنا ظهر لك نقطتين. هنبدا بقى نظبط الشكل بتاعه، نخليهم كده بالمنظر ده، ونبدا نعدل الالوان. نيجي هنا هنخلي مثلا اللون الاخضر افتح شويه، واللون الاخضر الاغمق نخليه اغمق اكتر، وندوس اوكي، يطلع معانا بالشكل ده. بعد كده عشان طبعا ننظمهم كالمعتاد نسمي الشيب الاولاني دوت مين شيب. بعد كده هنيجي عند الباك جراوند نسميه اختصار مثلا بي جي. بعد كده هنبدا نعمل انيميتنج للشيب الاولاني. هنيجي هنا عند السايز نشيل اللينك ونعمل له كي فريم، هنطلع الكي فريم دي لقدام شويه. بعد كده هنيجي هنا ونخليها صفر. وبعد كده هنيجي عند البوزيشن نخلي احنا ندوس حرف البي وندوس على ستوب واتش، هتلاقي فتح لنا هنا كي فريم. وعشان نظهر الكي فريم اللي فات تدوس حرف اليو وتودي الكي فريم ده لقدام. بعد كده تنزل ريكتانجل تحت بالمنظر ده، هتعلم على الكي فريم تدوس F9 عشان يعمل ايز تخش على الجراف اديتور وترجعهم لورا. انت طبعا ممكن تخلي الكي فريم قريب من بعضه عشان يبقى اسرع بالشكل ده. بعد كده ممكن نضيف على الشيب الاساسي افكت اسمه دروب شادو، تعلي الديستنس شويه، تعلي السوفتنس بالمنظر ده. بعد كده بعد ما ظبطنا الشيب الاساسي تعالى نظبط التفاصيل اللي جوه. هتيجي عند الريكتانجل تعمل مربع هنا، من خلال ان انت تدوس شيفت وتفضل معلق عليه. بعد كده تسنتر انكر بوينت، وهتيجي عند الجرادينت فيل ونظبط بقى اللون بتاعه. بعد كده هنيجي ريكتانجل باس واللي الراوندنس نرجع تاني نظبط مكانه بالشكل ده. وبعد كده احنا ممكن نعمل تعديل بسيط كده في الالوان، ممكن نخلي اللون الاخضر الفاتح مايل للخضار اكتر، واللون الاخضر الغامق نخليه اغمق اكتر، وندوس اوكي. هنيجي عند الشيب لاير واحد نعمل لها دوبليكيت كنترول دي، وهنيجي نغير مكانها. بعد كده هتخش على الكونتنت ريكتانجل باس، وهتشيل اللينك من عند السايز، ونبدا بقى نظبط الشكل بتاع اللي احنا عاوزينه. هنبدا نرفعه بالمنظر ده ونطوله شويه. بعد كده هنجيب الجرادينت ونغير اماكنهم بحيث تطلع معانا بالشكل ده. بعد كده هنقلل الراوندنس شويه، نخليها مثلا على 13. هنيجي هنا نطلعها لفوق. بعد كده نعمل لها دوبليكيت تاني، ننزل اللي بعدها تحت نفس الكلام كونتنت ريكتانجل باس. بعد كده هتقصرها شويه. بعد كده بعد ما قصرناه نبدا بقى نظبط مكانه نفس الكلام. ممكن نرجع للشيب ده نعمل له دوبليكيت نطلعه لفوق هنا وتدوس شيفت وتنزله تحت. بعد كده تخش على الكونتنت ريكتانجل باس ونقصره شويه بالشكل ده، تدوس شيفت توقفها هنا جنبهم. طبعا بعد كده هنبدا نعمل انيميت من اول شيب واحد لحد شيب 4، هنعلم عليهم كلهم الاربعه. بعد كده نفتح الكونتنت ريكتانجل باس ونعمل كي فريم على السايز في كل واحده. بعد كده هنرجع ورا شويه ويبدا الكي فريم لما الشيب الاساسي بيخلص من الانيميشن بتاعه. طبعا ما تنساش ان انت تتاكد ان كلهم اللينك بتاعهم اتشال بالشكل ده. بعد كده هتخلي كلهم في الكي فريم هنا صفر، هتعلم على الكي فريم تعمل ايز والجراف اديتور وترجعهم لورا، يطلع معاك بالشكل ده. بعد كده بعد ما خلصنا اول انيميشن نكمل بقيه الباك جراوند. هتظهر لكم النتيجه اللي انا عايز اوصل لها ناحيه اليمين عشان تعرفوا انا عايز اعمل ايه. اول حاجه هنروح عند الكومبوزيشن ونعمل كومبوزيشن جديد وهنسميها بول انيميشن. هنخلي طبعا طول والعرض 1080، لا يبقى الريزولوشن عالي قوي ولا قليل قوي، وتدوس اوكي. بعد كده هتيجي عند الاليبس تول او انك ممكن تدوس كيو لحد ما توصل لها، هتدوس شيفت وتعمل دايره بالشكل ده، هتسنتر انكر بوينت وتسنترها في نص الكومبوزيشن. هتيجي بقى عند الفيل تدوس الت عشان تغير حاله الجريدينت مود، او في طبعا طريقه تانية اللي انت ممكن تخش هنا على الفيل
وتختار انت زي ما انت عايز. تختار هنا راديال وتدوس اوكي. بعد كده هنيجي عند الشيب نسميها بول. هنيجي هنا عند الجريدينت فيل عشان يظهر عندنا النقطتين دول، ونبدأ نظبط مكانها، واحنا عايزينها تطلع معانا بالشكل ده. ده شكل الجريدينت لو حد عايز يعمل زي اهو. بعد كده هنيجي عند البول، دوس كليك يمين، تروح على اللاير ستايل وتعمل انر جلو. هتنزل عند اللاير ستايل هنا تحت، تخش على الانر جلو وتعلي السايز حاجه بسيطه. بعد كده هنبدا نعمل افكت على الكوره. هتيجي عند النيو وتحط ادجستمنت لاير، هنغير طبعا اسمها ونخليها بلور. بعد كده هنضيف افكت اسمه سي سي فاست بلور. بعد ما تجيبها انا عايزك تسيب كل الاعدادات زي ما هي، مش لازم تغير فيها، هي تعتبر كده كفايه. بعد كده هنيجي نعمل هنا تريكايه حلوه. الكرة دي احنا عايزين نخليها تلف، بدل ما نعمل كي فريم ونقعد نحسبها مع نفسنا ونوديها لاخر الدنيا، لا، في طريقه احسن من كده. هنعمل لها اكسبريشن. هتجيب الت وتدوس على ستوب واتش. بعد كده هتكتب هنا تايم وتحط علامه الضرب وتخليها مثلا 300. وعلشان نقفل الاكسبريشن لازم نحط سيمي كولن بالمنظر ده. دلوقتي اول ما نشغلها هنلاقيها بتلف هي لوحدها لحد الاخر بقى، مش مهم. بعد كده هنعمل لها دوبليكيت، نطلعها لفوق ونبدا نعمل للكرة اللي فوق ديت انيميشن. ممكن نسميها مثلا عشان تبقى مختلفة انيميتد 1. اول حاجة هنيجي عند السكيل، نتعلم عليها وتدوس حرف الاس هتطلع لك السكيل. بعد كده هنعمل هنا كي فريم، نطلع ثانية قدام ونخليها تكبر بالشكل ده. بعد كده هنفتح الاوباسيتي، نخليها انت تدوس حرف التي، تعمل لها كي فريم وتدوس حرف اليو، تخلي الاوباسيتي في الاول هنا 0. بعد كده اول ما تطلع شويه هتبقى 100. بعد كده لما توصل للاخر هتبقى 0، ويبقى ده شكلها. طبعا انت ممكن تعلم عليهم وتدوس الت وتسحبها لقدام شويه بحيث انت تخليها بطيئه اكتر. بعد كده هنيجي عند الانيميتد ونخلي البلند مود على سكرين. وطبعا علشان نخليها تتكرر كذا مره انت ممكن تيجي هنا تدوس كنترول شيفت دي، تمسح اللي بعديها. بعد كده هتيجي تكررها كذا مره، مثلا نكررها بتاع 8 مرات بالشكل ده. طبعا في طريقه حلوه اللي هو بدل ما نرتبهم كده بالمنظر ده، انت ممكن تعلم عليهم كلهم، تدوس كليك يمين وتروح عند كي فريم اسيستنت وتروح عند السيكونس لايرز، هتظهر عندك النافذه دي. في اختيار هنا اسمه اوفرلاب، انت دلوقتي لو فعلتها هيظهر عندك الديوريشن. هو دلوقتي وظيفته ايه؟ كل ما تعلم منها هتخلي اللايرات تخش في بعضها اكتر. هديكم مثال، يعني مثلا لو خليناها 30 جزء من الثانيه ودوسنا اوكي هتلاقيها هنا دخلت في بعضها اكتر. فاحنا هنرجع تاني كي فريم اسيستنت والسيكونس لاير هنقفلها وتدوس اوكي، هتلاقيها طلعت معاك بالشكل ده. وكده انت فهمت السيكونس لاير بيعمل ايه. هنرجع بقى للبيزك، هنضيف هنا سوليد كلر تانية، هتدوس اوكي. وبعد كده هتضيف عليها جريدينت تريم، هتعمل هنا سواب للكلر، هتخلي الاسود تحت والابيض فوق. وبعد كده هتخلي هنا البلند مود للمالتيبلاي. هتيجي بقى عند الجريدينت رامب تاني، وممكن بقى ايه تنزل السواد شويه بالمنظر ده وتطلعها لفوق كده. ممكن طبعا دلوقتي نسمي السواد ده مثلا باسم دارك. بعد كده هنبدا نحط البول انيميشن جوه البيزك كومبوزيشن. بعد ما حطيناها نخليها في الاخر بعد الباك جراوند. طبعا انت هتصغرها وهتبدا بقى توزع كل واحده، مثلا نخلي واحده هنا، نعمل دوبليكيت، ننزل واحده هنا كمان، نودي واحده هنا، وبالمره واحده هنا. طبعا بعد كده ممكن تعلم على البول انيميشن، تفتح الاوباسيتي من خلال حرف التي. بعد كده تعمل لهم كي فريم، تطلعها قدام شويه، بعد كده تخليها على 0. بعد كده هنسيب مسافات ما بينهم بحيث كل واحده تطلع بالترتيب بالشكل ده. احنا ممكن ننزل الدارك هنا عشان تكون باينه اكتر. بعد كده هننقل على الانيميشن اللي بعده. طبعا هتظهر لك ناحيه اليمين الحاجه اللي انا عايز اوصلها لك. طبعا في كوره هتطلع لك من تحت على اليمين لفوق، وفي طبعا في انيميشن وراه بيظهر. فعلشان نعمله بالظبط هنيجي عند البين تول فوق او تدوس حرف الجي، هتيجي بالظبط هنا، وبعد كده تدوس هنا في النص وتسحب لفوق. بعد كده هنشيل الفيل، تدوس اوكي وتعلي الستروك. بعد كده ممكن نخلي الستروك لونه اخضر فاتح بالمنظر ده. هنخلي طبعا اسم الشيب لاين. وبعد كده هنجيب واحدة كورة من دول، نعمل لها دوبليكيت، نطلعها فوق خالص، نصغرها بالشكل ده، ونشيل طبعا الكي فريم من عنده اوباسيتي. طبعا التركاية هتبقى كالاتي، انت هتيجي عند اللاين تروح الشيب والباس، وتيجي عند الباس وتدوس شيفت وتعلم على الباس اللي هي ناحيه الكي فريم، تاخدهم كده كلهم، تدوس كنترول سي. بعد كده هتروح للبول انيميشن، تدوس حرف بي عشان تطلع البوزيشن، تعلم عليها وتدوس كنترول في بالشكل ده، هتلاقيها طلعت معاك كده. وبعد كده هنيجي عند اللاين، تروح عند الاد تختار تيرن باس، هتنزل عند التيرن باس وتعمل كي فريم عند الاند والستارت، تعلم عليهم، تدوس حرف اليو عشان يطلع كي فريم بس، وهنا يبدا الشغل. هنخلي الستارت والاند
صفر. بعد كده هنيجي للاخر ونخليهم 100%. هتعلم عليهم كلهم، تعمل ايزي ايز، تخش على الجراف اديتور وترجعهم لورا. بعد كده هتيجي عند الستارت وتطلع الكي فريم دي لقدام شويه، بحيث دلوقتي لما تيجي تطلع تبقى عامله كده. بعد كده لما تيجي تقرب هتلاقي هنا اللاين حواف عامله زي المستطيل. فعشان نحل الموضوع انت ممكن تيجي عند الشيب عند الستروك وتخلي اللاين كاب راوند، وبالمره تخلي اللاين جوين بالمره راوند. وبعد كده هتنزل عند الستروك تاني، هتروح عند التيبر وتروح عند الستارت وتعلم منها شويه بالشكل ده. طبعا الانيميشن مش هيطلع كده بالظبط، كل لما تيجي تطلع كل ده اصلا اللي وراها هينزل تحت. فاحنا عشان نعمل الموضوع ده هنيجي نعمل نيو، بعد كده نول اوبجكت، وبالمره نسميها موفمنت، نغير لونها للون مختلف، مثلا نخليه اورنج، هننزله تحت اللاين. بعد كده هنربط الشيب كلها وبالمين شيب بتاعتها نربطها بالموفمنت، وهنربط معاهم البول انيميشن. وهتيجي برضو عند البول انيميشن وتربطها بالموفمنت، تيجي هنا تمسكها وتطلعها فوق هنا. طيب الموفمنت دوت هيعمل ايه بالظبط؟ اول ما الكره تطلع كده هيبدا هنا الكي فريم، بعد كده اول ما تطلع لفوق هيكون ساعتها كلهم نزلوا لتحت. هتعمل كده، ممكن تدوس شيفت عشان ينزلوا اسرع. هتعلم على الكي فريم، تعمل F9 جراف اديتور وترجعها لورا. وبعد كده بعد ما خلصنا الانيميشن بتاع الكره، الانيميشن اللي بعده هيطلع لك على اليمين في شكل تايم لاين تحت بيتحرك. فعشان نعملها هنضطر نعمل نيو كومبوزيشن، تيجي عند نيو كومبوزيشن وتخلي الريزولوشن 1080 في 1920 وهتدوس اوكي. طبعا احنا ممكن نيجي هنا ونسميه تايم لاين، وبعد كده هنبدا نعمله ازاي بقى. هتيجي عند الريكتانجل وهتيجي تعمل لك اول مستطيل بالشكل ده. طبعا انت هتشيل طبعا الستروك وهتيجي عند الفيل وتخلي لونه اخضر فاتح بالمنظر ده وتدوس اوكي. طبعا انت ممكن تسنتر انكر بوينت، هي مش ضروريه بس انت ممكن تعملها براحتك. بعد كده هتيجي عند الكونتنت ريكتانجل باس، وتيجي عند السايز تحاول تقصرها شويه، تيجي عند الراوندنس وتخليها مثلا على 7. بعد كده تعالوا نسميها مثلا شيب واحد، نعمل لها دوبليكيت، هننزلها لتحت بالمنظر ده. ممكن نعمل زوم شويه، نزقها كده ناحيه الشمال ونغير لونها مثلا نخليها اغمق شويه وتدوس اوكي. بعد كده هترجع للاولانيه تاني، تعمل دوبليكيت، تطلعها فوق هنا، وهتنزل اللي بعدها تحت كده شويه وتخليها مثلا افتح شويه وتدوس اوكي. بعد كده بعد ما عملناها هنبدا بقى ايه، نوزعهم شويه بطريقه عشوائيه. يعني مره مثلا نعمل دي دوبليكيت نطلعها لفوق هنا، ودي نفس الكلام، وديت برضو، وتقعد كده توزعهم. وبعد كده بعد ما انت وزعتهم هتيجي تعلم عليهم كلهم بالمنظر ده، تدوس كنترول دي وتبدا تحرك ناحيه اليمين شويه، مره يمين ومره شمال. وطبعا بعد ما ظبطناه انت ممكن بقى ايه تشيل الزيادات. يعني مثلا لو كان في واحده راكبه فوق واحده انت ممكن تشيلها. هتيجي بقى تعلم عليهم كلهم، ممكن بدل ما تنزل من فوق لتحت تدوس كنترول اي. بعد كده هنضيف نول اوبجكت، ممكن بالمره نسميها موفمنت. وبعد كده بدل ما تعلم عليهم من فوق لتحت انت ممكن تدوس كنترول اي وتدوس كنترول على الموفمنت عشان تتشال. بعد كده هتعمل لينك للموفمنت، وكده دلوقتي لما تيجي تروح عند البوزيشن ليك الحريه انت تتحرك بيها براحتك. طبعا احنا هنجيبها كده وننزلها لتحت شويه بالمنظر ده. ممكن طبعا نيجي عند السكيل نكبر منها حاجه بسيطه. بعد كده بعد ما ظبطناها هنبدا نعمل كي فريم للموفمنت. هتعمل كي فريم هنا وتطلع لقدام ممكن مثلا 10 ثواني وتوديها الناحيه الثانيه. هتعمل ايزي ايز وجراف اديتور ترجعها لورا. بعد كده طبعا احنا عايزين بقى نضيف لها ديب جلو. طبعا مش هنعرف نضيف لها هنا عشان في افكت الديب جلو لو انت حطيت الافكت على اي لاير وهو بره كومبوزيشن مش هيرضى يكمل. فعلشان كده هنرجع للبيزك ونحط كومبوزيشن التايم لاين هنا فوق الموفمنت. هنخليه طبعا بدايته هنا. هتيجي عند الاوباسيتي تعمل كي فريم تطلعه قدام شويه خليه صفر. بعد كده هتضيف افكت الديب جلو، هتعمل ريكوايرد فور تكست، تعلي الاكسبوجر وتعلي الراديوس بالشكل ده. وبعد كده بالمره نخش تاني على التايم لاين، هنعمل نيو ونحط adjustment layer، نحط افكت اسمه CC lens. بعد كده هنكبر السايز، وبعد كده هننزل شويه السنتر بتاعه لتحت بالمنظر ده. نيجي نرجع بقى للتايم لاين هيطلع معاك كده. وبعد كده هنحط اخر كلمه اللي ظهرت هنا، طبعا ده الفونت اللي عايز يحطه. وبعد كده هنغير لونه للون الابيض. هيجي نسنتر انكر بوينت، نسنترها كده مكانها في النص. بعد كده ندوس شيفت وتطلعها لفوق. بعد كده انت ممكن تيجي هنا بالمره هتعلم على كلمه لايك، تروح على اللون بتاعها نغيرها للون الاخضر، دوس اوكي. بص هي الحركه دي مش ضروريه بس انا ممكن انزل لكم شرح لو انتوا عاوزينها. في بلوجن اسمه انيميشن كومبوزر، ده اللي هجيب منه البريسيت بتاع التكست. ننزل هنا نخش على التكست انيميشن. بعد كده انا اخترت ده وهتعلم على التوب وتعلم طبعا على التكست وتدوس على ان، هتلاقي حط لك هنا البريسيت او الانيميشن بتاع التكست. طبعا انت ممكن تيجي هنا وتخلي هنا بدايته، ولو انت عايز تسرع من الانيميشن ممكن ترجع دي لورا. بعد كده عندنا اخر خطوتين، هتحط ديب جلو وهتدوس على ريكوايرد فور تكست، هتقلل اكسبوجر شويه وتعلي الراديوس. وبعد كده هتحط له دروب شادو، تعلي الديستنس وتعلي السوفتنس شويه
وطبعا ما تنساش بقى في كل مرة لما تيجي تعمل انيميشن تيجي عند الموشن بلور وتخليهم كلهم كده بالظبط موشن بلور. وبس كده، واسيبكم على النتيجة النهائية ليه. وبما انك وصلت لهنا فانا متاكد انك طلعت مستفيد من الفيديو ده، وحابب اقولك ان ده يعتبر من اخف الفيديوهات في السلسله دي، فما تنساش تشترك وتعمل لايك عشان يوصل لاكبر عدد وكل الناس تستفيد. واكتب لي رايك في التعليقات، ولو عندك افكار وحابب اني اشرحها اكتب وان شاء الله هشوفها وانزل عنها. وطبعا نسيت اقولك ان في فيديوهين هيظهروا لك دول لا يقلوا اهميه ابدا عن الفيديو ده، انصحك تتفرج عليهم. ويلا اشوفكم في الحلقه الجايه، سلام.